إدراج صفحة غلاف. يمكنك إدراج صفحة غلاف في بداية أي مستند. يمكن أن ترسله بالفاكس، يمكن إرسال صفحة غلاف، أو يمكن عمل صفحة غلاف خاصة بكتاب، أو في مقدمة أي مستند كبير، وذلك كما يلي. من إدراج، اختر صفحة غلاف ثم اختر أي صفحة من الصفحات الموجودة هنا. يمكن اختيار أي صفحة من هذه الصفحات الموجودة لديك. يمكن اختيار مجموعة من الصفحات، اختر هذا النوع. لاحظ هنا يمكن كتابة عنوان المستند هنا على سبيل المثال. يمكن الكتابة كما تريد هنا. اكتب مثلا مميزات وورد 2007. يمكن تحديد السنة بكتابة السنة مثلا 2007. الآن بالنسبة لأي شيء موجود ضمن صفحة الغلاف يمكنك تعديله. لاحظ هنا هذه الصورة يمكن تعديلها ووضعها في أي مكان على سبيل المثال. ويمكن إدراج أشكالك الخاصة. اختر إدراج ثم اختر أي شكل من الأشكال الموجودة. على سبيل المثال نختار شكل معين خاص بنا لتمييز هذه الصفحة. على سبيل المثال نختار هذا الشكل. يمكن عمل نمط خاص بهذا الشكل. لاحظ هذه الصفحة هي صفحة غلاف لمستندنا، يمكن الاستفادة منها. الآن يمكن حفظ هذه الصفحة بحيث تصبح صفحة دائمة. على سبيل المثال علمها بواسطة النقر والسحب لتعليم كامل هذه الصفحة. الآن من إدراج يمكن اختيار صفحة غلاف ثم اختيار حفظ التحديد إلى معرض صفحات الغلاف. حدد اسمها مثلا غلاف القمة على سبيل المثال. انقر على موافق. الآن في صفحات الغلاف أصبحت هذه الصفحة صفحة موجودة. يمكن في أي مستند إرفاق أو إدراج هذه الصفحة. ويمكن إزالة صفحة الغلاف بالنقر على إزالة صفحة الغلاف الحالية لإزالة صفحة الغلاف التي قمنا بإنشائها. ويمكن تنظيم صفحات الغلاف الموجودة باختيار صفحة غلاف وتحديد أي صفحة ثم النقر بالزر الأيمن واختيار تنظيم وحذف. لاحظ هذه الصفحة التي قمنا بإنشائنا وهي صفحة خاصة بنا. يمكن حذفها أو تحرير الخصائص الخاصة بها مثلا اسمها ومكان وضعها ضمن صفحة الغلاف أو ضمن أي مكان على سبيل المثال. بعد الانتهاء من جميع تعديلاتك انقر على إغلاق. إدراج صفحة فارغة. يمكنك إدراج صفحة فارغة وذلك كما يلي. قف في نهاية الصفحة الحالية على سبيل المثال أو في نهاية المستند ثم اختر صفحة فارغة ليتم إنشاء صفحة فارغة جديدة يمكن كتابة ما تريد فيها. إدراج فاصل صفحات. يمكنك إدراج فاصل صفحات بحيث يقسم النص إلى قسمين، جزء في صفحة والجزء الثاني في الصفحة الثانية. ضع مؤشرك قبل كلمة إضافة ثم اختر فاصل صفحات أو اضغط على كنترول انتر من لوحة المفاتيح. اختر فاصل صفحات. لاحظ هنا تم وضع النص الثاني في صفحة جديدة والنص الأول بقي في الصفحة الأولى.